السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا يا من نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يا من نقول حقا نحن نحب الله ونثبت ان حنا نحب الله ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نغار على بناتنا ونغار على بنات المسلمين عندما ندخل يا اخوان الاسواق والاماكن اللي تجمع الشباب مع البنات، ونشوف البنات والحريم اللابسات العبايات المخسرة والعبايات المطرزة واللثم. والله الذي لا إله إلا هو حنا نبكي حرقة. ليه؟ لأن الشيطان سحبهم، وفي نفس الوقت ولي أمرها. كل راع مسؤول عن رعيته. والله من لبس زوجاته هذه العبايات الفاسدة والعبايات المطرزة، أقسم بالله العظيم ثم أقسم بالله العظيم ما عنده ذرة في مرجله، وعظم الله أجرك في مرجلتك. لا تصير مغفل ولا تصير دجاجة. اصح مع الرجاجيل. إلى متى وأنت تطلع زوجتك وبنتك أو أختك برا في هذه الأماكن والناس يناظرون فيها؟ أفتنتوا الشباب وأفتنتوا المسلمين وأرضيتوا الشيطان وغضبتوا الرحمن. إلى متى؟ والله لن نسكت، راح نتكلم ونتكلم ونتكلم إلى أن الله يأخذ أمانته. اصحوا يا ناس. وأنت يا أختي الغالية، إن كان عندك زوج أو أب أو أخو رضا أن تلبسين عباية مخسرة أو عباية مطرزة أو لثمة، عظم الله أجرس في مرجلته وفي غيرته وفي دينه. والله يا الرجل اللي فيه نخوة ما يطلعها له بعبايات الفاسدة. تعلمين عندما تلبسين العباية المخسرة أو المطرزة واللثمة كأنك ماذا تقولين لله سبحانه؟ كأنك تقولين يا الله والله لا أفتن عبادك فيني. نعم، هذا اللي يصير. تدخلين العباء، تدخلين الأسواق وتلفتين نظر الناس. خافي الله أمامس قبر، أمامس جهنم. اتقي الله في نفسك، وأنت خاف الله في نفسك وفي محارمك وشعرة وجهك. واصح، لا تخلي الناس ينظرون في جسم هلك. والله هذا ما يصير في مجتمعنا الآن. روحوا للأسواق وتشوفون كلامي، روحوا وتصدقون كلامي وتشوفون الحرة اللي فيني. الآن يا من تراني أسألك بالله، إن كان عندك عباية فاسدة فاحذفها لوجه الله. وأنت يا أختي الغالية، إن كان عندك عباية ترضي الشيطان وتغضب الرحمن فاحذفيها لوجه الله واحذفيها لله سبحانه. والله من ترك شيء لله عوضها الله خيرا منها. وهذه العباية فاسدة واللي صنعوها فاسدين، ولكن نحرقها الآن ونرضي الرحمن ونقرب الشيطان.